حسن اهلا بيك مره تانية. ويمكن كنت بتقول معلومه يعني في اللقاء خاصه بطاقم التحكيم بقياده الكابتن ابراهيم نور الدين. الو يا حسن. زميلي خالد لطيف، بحييك مرة أخرى وبحيي نجوم استوديو الكبار. عايز أقول إن يعني وإحنا بنتفرج على المباراة بعض الموجودين من بعض الصحفيين والإعلاميين وبعض الأطراف الأخرى اللي كانت موجودة، فبتسأل يعني هو الحكم النهارده إبراهيم نور الدين وأيمن دجيش دول مش دوليين؟ قلت لهم قالوا طب مش لابسين الشارة الدولية ليه؟ عرفنا معلومة مهمة جدا ان هم كانوا متضامنين مع الحكم المساعد الثاني احمد حسام طه. احمد حسام ده كابتن خالد كان رقم 6 في القائمة الدولية، تمام؟ وكان بعديه رقم 7 احمد ساهر، ده كان مصاب، تمام. ويا ريت حضرتك تكتب ورايا المعلومات ديت عشان ما تتوهش مني يعني. لا ما تخافش، عارفها. طيب احمد ساهر ده كان 7 مصاب، رقم 7 في القائمه مصاب. كان محطوط رقم 8 في القائمه محمود ابو الرجال احتياطي للمصاب، تمام. المهم لما جت القائمه الدوليه جه محمود ابو الرجال مكان رقم 6، بدل ما يجي مكان رقم 7 او احمد ساهر خلاص تخطى، يبقى المفروض موجود احمد حسام طه رقم 6 ويكون رقم 7 احمد ساهر. لا، ده مكانه محمود ابو الرجال وخرج بره القايمه احمد حسام. يا ريت يا كابتن خالد بصفه حضرتك عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، لان الناس عايزه تستفسر اللي حصل دون مش عدل يعني او مش فير. على العموم تتاكد لنا حضرتك من المعلومه دي. على العموم كابتن عصام على حسب معلوماتي كان في المباراه يعني، واكيد بيتابع حلقتنا من استاد النيل، واكيد هيطبق العدل بلا شك، لان العدل هو اساس الملك والعدل فوق الجميع. هاخد من كلمه الكابتن اسامه، لان العدل احسن حاجه في الدنيا مفيش شك. بشكرك زميلنا حسن توفيق.